ودارت الدور عليك يا عوره. بقى الست زينب هتبيع صاغتها والعربيه اللي عندهم كمان يا حماتي، وباي تمن عايزين يسددوا جزء من الدين اللي عليه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله صعبانين عليا قوي يا عيشه. ده انا قلبي بيتقطع عشانهم يا ابو زيد. يا ريت في ايدي حاجه وانا كنت عملتها. وانت حيلتك ايه؟ ده انت المتغطي بيك عريان. يا اختي بقول يا ريت يا ريت. يا اختي بدل ما تفكري في الغرب فكري في حماتك، ام الراجل اللي انيكي ومستتك. بقى يصح ان انا اطلب منك حاجه وانت تنسيها كده ولا تسالي عني؟ انت عمرك ما طلبت حاجه وانا نسيتها يا حماتي. لا نسيت. لا ما نسيتش. لا حصلش. ياما قولي لي بس، هي نسيت ايه؟ طلبت منها شويه مكسرات ولا سالت عني، قلت لها يجي 10 مرات. مكسرات ايه اللي هجيبها لك يا حماتي؟ المكسرات اللي انا بحبها اللي بتسلى بيها في قعدتي دي. يا اختي انت فيك سنين المكسرات. ايوه فيا يا منكوبه، فيا اسنان زي الحديد وتقرقش الزلط، مش كده يا حبيبي؟ حديد وزلط ايه بس يا اما، خلي الطبق مستور. يلا ندخل ننام يا عيشه. يلا يا اخوي، تصبح على خير يا حماتي. صباح الخير ياما. وبتقول له ياما يا دون الدون وانا اللي بتحمى بيك. على رأي المثل، جبت الأقرع عشان يونسني كشف لي راسه وخوفني. والله يا نبيله بنتي انا اتاثرت قوي من اللي حاصل لمنصور بيه، بس هو كمان غلطان. ايه اللي يخليه يروح يستلف فلوس من البنوك ويحطها في البورصه ويضيعها بالشكل ده؟ وهو يعني يا بابا كان يعرف المستخبي وان البورصه هتقع الوقع الكبير ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده بعد الحس ده كله يا اخواتي يبقوا على الحديده بالشكل ده؟ دنيا دواره ملهاش امان، وسبحان مغير الاحوال. ونعم بالله يا اخويا. انما قولي يا نبيله، هو منصور بيه ما عندوش مخرج من الازمه اللي هو فيها دي؟ المخرج الوحيد هي الفيلا والممتلكات اللي هتتباع في المزاد العلني عشان يسدد الكارد اللي خده من البنك. ولما تنباع الفيلا دي هيعيش هو ومراته فين بس؟ والله يا ماما انا عرضت على كريم ان مامته وباباه يجوا يقعدوا معانا في الشقه، وهي واسعه وتسعنا كلنا. اصيله يا نبيله بنتي، ربنا يبارك فيك. يا سلام، والست اللي رفع مناخيرها لفوق دي هتعيش في شقه ومع مين؟ مع نبيله بعد الفيلا الطويله العريضه دي؟ اهو يا ماما ظروفه ما بتحكم ومفيش حل غير كده. ان شاء الله اللي هم فيه ده هيعدي على خير، ومنصور بيه هيقف على رجليه من تاني. ازاي بس يا بابا؟ ده مفيش قدامه غير كام يوم والحجز هيتم عشان المزاد. يا بنتي ما بعد الضيق الا الفرج، وربنا. ها